يشكل إنتاج مناجم الفوسفات المحلية بالعيون سوى 2% من إجمالي إنتاج المغرب السنوي، كما أن عائدات الإنتاج المحلي في الفوسفات يتم استثمارها في مشاريع لصالح الساكنة المحلية كإنشاء محطة تكنولوجية. المحطة التكنولوجية فملواد مشروع تصل قيمته 200 مليون دولار، أي ما يعادل ملياري درهم، وقد بدأنا أشغال هذا المشروع في شهر مارس 2018، والهدف إنهاء المرحلة الأولى ما تم 2018 والتي تتعلق بالمساحة الخضراء ومشاريع التهيئة الداخلية للمشروع للبدء في المرحلة الثانية المرتبطة بتهيئة مراكز الأبحاث. نظراً للاهتمام بتنمية مدينة العيون، لاحظنا وجود مركز لتشجيع خلق المقاولات وتقديم الاستشارة بهدف توفير مناصب شغل للشباب الصحراوي. البطالة في صفوف الشباب هي مشكلة عالمية ونعمل على المساهمة في حلها، فالدولة قامت بجهود كبيرة في هذا المجال، ودورنا هو تشجيع الاستثمار بهدف امتصاص هذه المشكلة. ماذا تقول لأولئك الذين يجهلون كل شيء عن ظروف العيش في العيون ويعتقدون بأنه هنا لا يوجد أي شيء وهناك قمع وغياب تام للحريات؟ ماذا تقول لهم؟ طبعا سأقول لهم شيئا، هو أنني كنت معهم ما بين عامي 1969 و 1973 وهم اختاروا آنذاك فكرة الذهاب إلى مخيمات تندوف، فيما فضلنا نحن البقاء هنا. وأريد أن أقول لهم إن كل شيء تغير اليوم، فنحن نتمتع بالديمقراطية، فكل من يريد خلق مقاولته الخاصة أو العمل في الوظيفة العمومية فهو مرحب به. السياسة المحلية ذكرتني بالحكومات الجهوية بإسبانيا، فالمجلس البلدي يدبر أموره بنفسه عبر أطر صحراوية منتخبة. تطور المنطقة على جميع الأصعدة يسير بتناسق مع جهود للحفاظ على الموروث الثقافي والهوية الصحراوية. La responsable de la sala de exposición. Hola, gracias. Hola. Fatma Zahra. Hola. Y Alia. ¿Qué son las responsables de aquí? أنت هو المدير الجهوي للصناعة التقليدية في جهة العيون؟ المدير الجهوي للصناعة التقليدية بالعيون. جهة العيون هذه منتجات للصناعة التقليدية الصحراوية خالصة. نعم، صحراوية خالصة. هذا معرض للمنتجات التقليدية يضم كل المنتجات التي تمت صناعتها يدويا، والصناع التقليديون الصحراويون توجد منتجاتهم في مختلف مناطق العالم، يساهمون في مختلف التظاهرات على المستوى الوطني والدولي أيضا. أفهم أنه هنا في الصحراء ليست هناك أي مشكلة من أجل الحفاظ على التراث الصحراوي ونقل هذا الإشعاع إلى الخارج. طبعا، ولهذا نحن هنا. هذه هي مهمة الإدارة التي أشرف عليها، ولدينا أيضا غرفة للصناعة التقليدية التي تحمي كل هذا الموروث. اجتمعت بنسيج المجتمع المدني بمدينة العيون، حيث التقيت بحماد البويهي، أحد العائدين من مخيمات تندوف، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان. عشت 4 عقود بمخيمات تندوف، وقضيت طفولتي بين الجزائر وليبيا، كما أنني درست 14 عاما في كوبا. عندما أقول إنني درست، فذلك يعني أنني درست وعملت وعانيت جراء ذلك، كما أنني قضيت 2 في فنزويلا، وفي كل هذه الدول سواء ليبيا أو الجزائر أو كوبا أو فنزويلا. عشت داخل هذه الأنظمة الدكتاتورية والقوانين التي تحكمها
كل تلك الأفكار الميتافيزيقية والخطابات غير الواقعية وغير المنطقية. لكنني اليوم قررت طي صفحة الماضي وعدم التفكير فيه، لكن ببساطة أريد أن أقول شيئا، هو أنه كانت لي فرصة للوجود في مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، وأيضا في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، حيث كنت أتواجه مع أولئك الذين ليس لهم الحق للكلام باسمنا. دائما كنت أستمع لتلك الحماقة المتعلقة بأن البوليساريو هو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، وأقول لماذا يتم الحديث عن حق التمثيلية إذا كنت محروما في المخيمات من التصويت لاختيار من يمثلني. نحن نؤمن بأنه يمكننا العيش بسلام عبر الاندماج في المغرب، لأن الخروج من المغرب يعد من الناحية السياسية توسعا للأراضي الجزائرية صوب الصحراء. هذه الصحراء ستصبح تابعة للجزائر، فإذا حصلت هذه الأراضي على استقلالها يوما، وأتمنى أن لا يحصل ذلك، سنشهد توسعا للخريطة الجزائرية، وهذا ما تبحث عنه الجزائر. ترك نسيج المجتمع المدني الصحراوي في نفسي أثرا طيبا، اهتماماتهم منصبة على العيش الكريم والحقوق المدنية واندماج ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنهم يتأسفون على وضعية إخوانهم في تندوف حيث لا وجود لحقوق الإنسان. وفي مدينة العيون، ما هي وضعية المرأة وكيف هي حياة النساء؟ هل ترغبين انطلاقا من هذه الزيارة في واحد المقارنة؟ ما أريد أن أقوله لكم هو أنني أعيش بحرية، وأشدد على كلمة بحرية. لا أحد يأمرني أو يقيد تنقلي. إذا ما أردت أن أسافر إلى الدار البيضاء أو الرباط أو إلى أي مكان آخر، لا أحصل على أي ترخيص من أي أحد. أتوفر على جواز سفري ونقودي، وهو ما يمكنني من الذهاب إلى أي مكان أريد الذهاب إليه وفي أي وقت. No siento que estoy dentro de barreras ni nada. لا أشعر بأنني أعيش مسيجة أو شيئا من هذا القبيل. هناك الكثير من الدعاية التي تروج أن المرأة الصحراوية هنا لا يمكنها التنقل أو القيام ببعض الأمور، وهذه كلها أكاذيب. الحياة تغيرت كثيرا وصارت مختلفة. في السابق كانت الحياة ذات طابع بدوي، وكان المجال ممتدا خلال فترة الوجود الإسبانية، لكن الأمور باتت مختلفة اليوم. Hay muchos restos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Sí. قررت الاجتماع بالشيوخ الزعماء التقليديين للقبائل الصحراوية. ما عشته معهم خلال ساعات كان له بليغ الأثر في نفسي. هناك اليوم جيل جديد من الأطفال الذين تتم تربيتهم داخل المخيمات على أساس أن جبهة البوليساريو هي الأفضل، وأن الأسوأ هو ما يقع هنا، والجبهة تقوم بالكذب وتعيش انطلاقا من الاتجار بالمساعدات. بعدما استمعوا إلى تجربتي لم يرقهم ما يقع في مخيمات اللاجئين بتندوف، بل اعتصر الألم قلوبهم. قالوا لي إنهم إخوان لنا. نحن كشيوخ قبائل صحراوية نمثل المجتمع الصحراوي التقليدي، المجتمع الصحراوي اللي بعداته وأعرافه. المعاناة اللي يعيشوها ناسنا اللي في الحمادة الحقيقة حسب ما وصلتونا منها وحسب ما نشوفه متنا فيها عنها كارثية، وبالتالي احنا كشيوخ باقي فينا ذاك، ونتمنى ان المشكل ينحل باسرع وقت ممكن باش ذيك المعاناة تنقلع ويلتم الشمل وتمشي الامور كيف بغيناها لهنا وناسنا يسوهون ويسوهك. الا انه الفارق هون وهك
كيف شفتوا ما شاء الله شاسع. هون نعيشوا بحرية، هون نعيشوا بكرامة، هون نعيشوا بطلاقة. وانتم مشيتوا واستدرتوا شفتوا الشوارع والتقيتوا مع الناس وليتوا تمشوا تستدروا وتجبروا الناس. ولا نبغوكم ما تقولوا الحقيقة اللي شفتوا، شيء ثاني غير ما نبغوكم تقولوه. واضح. وبالتالي نطمح من العالم كيف قلتي انه يساعدنا في ان هذا الشمل يلتم. بعد زيارتي لمخيمات اللاجئين بتندوف ومدينة العيون في الجهة المغربية، أدركت أن العار يوجد في جهة واحدة ولم أعثر عليه في الجهة المغربية، حيث تعرفت على صحراويين وقابلت عائدين من تندوف. استطعت الحديث معهم بكل حرية وتجولت بكل حرية في الشوارع. لم أشعر بالقمع في أي لحظة من اللحظات، ولم أرى عناصر للجيش في أي مكان. وحيث كان من المفروض أن أشعر بالحرية أي داخل مخيمات تندوف، كان هو أكثر مكان شعرت فيه بالخوف وتملكني إحساس بأنني تحت المراقبة. ساكنة مخيمات تندوف هم لاجئون بأقدام حافية يمشون فوق أسلاك شائكة، بينما يراكم قياديو الجبهة الثروات. أنا قمت بقطع مسافة الأصابع الأربعة التي تفصل بين الكذب والحقيقة، وهذا ما حضرته من أحداث وهذا ما عشته.